بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد. اليوم راح نحضر معكم هذا البسكوي رولي الرائع ناجح من أول تجربة، يدور معك بلا ما يتكسر. مكونات بسيطة موجودة في كل بيت. ما نطولش عليكم ونروحوا للمقادير وطريقة التحضير. نبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنا بالميزان راح نقول لكم بالملعقة كي نبدا نخدم فيه. عندي 50 غرام فرينة، عندي 50 غرام زيت، ملعقة صغيرة لافاني، عندي 50 غرام سكر، 50 غرام حليب، 3 حبات بيض، ونصف ملعقة صغيرة خميرة الكاطو، وقرصة ملح ضرورية. أول حاجة نبداو بها، نجيب صفاية تاعي باش نغربل الفرينة ونكيلوها بالملعقة. راح تجينا 4 معالق كبار فرينة، نغربلوها مليح باش يجي الخليط تاعي ليس، ونضيف لها نصف كمية تاع لافاني، والنصف الآخر راح نحطه في الخليط الثاني. ونضيف الحليب، راح يجينا 4 ملاعق حليب كبار، ونفس الشي بالنسبة للزيت 4 معالق كبار تاع الزيت. ونضيفوا الخمارة تاعي نصف ملعقة صغيرة، ونخلط جميع المكونات مع بعض مليح. ونروح نكسر البيض تاعي، نحط البياض في إناء باش نطلعوه كيما لامورينغ. أما الصفار راح نخلطه مع الخليط اللي خدمته تاع الفرينة، ونخلطه مليح بهذه الطريقة حتى يتجانس تماما، ونحطه بجنب. ونجي نخدم بياض البيض تاعي، نحط له قرصة تاع الملح مع الكمية اللي بقات لي تاع لافاني. اما السكر راح نضيفه تدريجيا لبياض البيض، وحنا نطلعه فيه، وراح يجينا 2 ملاعق كبار بومبي معمرين مليح. نخلطوا بياض البيض تاعنا حتى يتضاعف الحجم تاعو ويعمل لنا هذاك المنقار. ونروح نجيب الخليط الأول، نحط له كمية من بياض البيض ونخلطه مليح حتى يدخل فيه مليح. من بعد نضيف الكمية المتبقية، وهنا نجي ندخل فيه مليح هذاك البيض بلا ما نهبطوه، يعني نجي نخلط من الأسفل إلى الأعلى غير بالفوي حتى نحسوا به دخل كامل مع بعضه وتجانس مليح. ونجيب صينية نحط فيها ورقة طبخ ضروري باش ما يلصقش معاكم، والصينية تاعي راهي 35 على 25. ونفرغ الخليط تاعي في الصينية، ونحاول كيفاش نوزعه على السطح بالتساوي، ونروح نطيبه في الفرن. كنت سخنته من قبل، يعني كي كنت رايحة نبدأ نخدم هذا الخليط شعلت عليه يسخن، دخلته يطيب بعد ما نقصت له من الأسفل وطفيت عليه من الأعلى كيما كي نطيبوا الصابلي. وكي نشوفوا الأطراف تاعو حمارو والسطح نشف، نشعل عليه من الأعلى 2 دقائق يحمر ونخرجه. ما راحش يدي كامل معكم الوقت في الطياب، يعني من 10 دقائق حتى 15 دقيقة كل وحدة والفرن تاعها. ومن بعد ما يطيب نخرجوه ونحط عليه طرشونة ولا سربيتة ونقلبوه، ونحاول نقلع كامل الورق من الأطراف وهو هكاك سخون، وننزعوه على الرولي تاعي ونغطيه ونخليه يبرد. يعني صدقوني هذه الوصفة من أنجح الوصفات، مستحيل تجربوها وما تدعوليش معاكم. بعد ما يبرد الرولي تاعي نروح نحضر الكريمة اللي راح نحطها في الوسط. عندي كاس تاع غبرة شونتيي مع نصف كاس تاع ماء بارد جدا، نطلعوهم مليح حتى يتضاعف الحجم تاعهم، ونخليها في الثلاجة حوالي نصف ساعة تزيد تشد روحها. من بعد نجيب الرولي تاعي، وشوفوا لي هنا كيفاش يترولى معايا بكل سهولة بلا ما يتقطع بلا ما يتكسر. خدموا به واش تحبوا. انا جبت هنا كمية من الفوغاج تاع الفراولة، وانتم والذوق تاعكم. قادر غير بالمعجون وفرات نوزع كامل الفوغاج على الرولي تاعي. من بعد نجيب الكريمة الشونتيي ونوزعها بالتساوي على السطح، ونروليه مليح ونزير باش يجي مفيني مليح. نزير عليه في الأخير باش ما يتفتحش معايا. كي نجي نقطعه ونروح نحطه في المجمد حوالي ربع ساعة حتى نصف ساعة يشد روحه مليح، ونخرجوه ونروح نغطيه بالكريمة اللي تبقات لي. ونجيب شريط من الورق الطبخ بهذا الشكل ونجي نليسيه مليح. مكاش أحسن من هاد الطريقة، مكاش أسهل منها. وحبيت نزينه غير بالكاوكاو اللي كنت حمصته وريحته خشين. وفي الأخير قطعته بعد ما حطيت السكين تاع المنشار في ماء يكون سخون هكا باه يتقطع معنا بكل سهولة ويكون مفيني مليح. وهذه هي النتيجة، صدقوني جا روعة، خفيف بنين وأحسن من تاع المحلات. شهيتكم في الجنة إن شاء الله. نتمنى الوصفة تاع اليوم عجبتكم، جربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. ما تنسونيش بالجام وتشتركوا في القناة حتى يوصلكم قاع جديد. وسلام.